أحمد المسلماني يحييكم. السلام عليكم. الكائنات الفضائية بين العلوم والعلوم الزائفة، هذه حلقة خاصة. واحد، الكائنات الفضائية والرئيسة المحتملة هيلاري كلينتون. لأول مرة في حملة انتخابية رئاسية مستوى هيلاري كلينتون، وزيرة سابقة ومرشحة للرئاسة الأمريكية، تقول إنها لو فازت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هتقول للشعب الأمريكي حقيقة الأطباق الطائرة وحقيقة الكائنات الفضائية. فدي أول مرة بنسمع فيها عند هذا المستوى العالي أمريكيا حد بيتكلم إنه أول ما يبقى في البيت الأبيض هيشرح لأمريكا والعالم حقيقة الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة. بعد ما قالت الكلام ده ب3 أسابيع، CIA لأول مرة من سنة 97 طلعت CIA على موقعها وقالت دليل إرشاد لو أنت شفت أجسام فضائية غريبة إزاي ممكن تتحقق منها. وقالت CIA 10 نصائح للتحقق من رؤية الأطباق الطائرة. وفي مسلسل مشهور جدا في أمريكا اسمه ملفات إكس، رجع تاني بعد انقطاع 10 سنوات، إنتاج شركة فوكس، وهذا المسلسل CIA أمدته علنيا ورسميا بملفات مهمة لإنتاج الحلقات. يبقى إذن عندنا أكتر من حقيقة. نمرة 1 إن هيلاري كلينتون قالت وهي في البيت الأبيض لو فازت هتشرح هذا الموضوع وتوضحه. نمرة 2 إن CIA بقالها سنوات ما اتكلمتش رسميا عن الموضوع، اتكلمت بعد هيلاري كلينتون. 3 في محللين بيقولوا إن أكيد الرئيس أوباما موافق إن CIA تقول الكلام ده بعد هيلاري كلينتون، وده بيدي جدية لموضوع الأطباق الطائرة والكائنات أو المخلوقات الفضائية. 2 الأطباق الطائرة، العلوم والعلوم الزائفة. الأطباق الطائرة عبارة عن إيه؟ عبارة عن أجسام بنشوفها في الفضاء أو بعض الناس شافوها في الفضاء، مضيئة بتتحرك من مكان إلى آخر، وما نعرفش علميا آخر كلام في هذا الموضوع ما هو الحسم العلمي لهذا الأمر. أول مرة العالم يسمع عن الأطباق الطائرة كان بعد الحرب العالمية الثانية بسنتين، سنة 1947، يعني من بدري جدا. 1947 أول مرة الصحافة الأمريكية تتكلم على الأطباق الطائرة. في بقى مؤرخين بيقولوا إن في أطباق طائرة أيام أجدادنا العظام الفراعنة، وبعضهم بيقول إن الملك العظيم أمنحتب الثالث موجود رسوم لأطباق طائرة في عصر الملك أمنحتب الثالث. لكن طبعا دول عايزين يروجوا لأنه في كائنات فضائية جت من الكواكب التانية، هم اللي بنوا الأهرامات وبنوا الحضارة المصرية القديمة بالمشاركة مع الفراعنة في مصر الآن. 3 الأطباق الطائرة، اعتراض العلم. العلم بيقول إيه؟ العلماء بيقولوا نمرة 1 مفيش حاجة اسمها كائنات أو مخلوقات فضائية، كل ده كلام غير علمي. ولو في كائنات فضائية موجودة في كواكب بعيدة عننا صعب جدا توصل لنا، لأن كوكب الأرض ده لو أنت ماشي في الصحراء الغربية ده ذرة رمل لا يرى. فلو الناس دول موجودين أصلا في كواكب بعيدة، إزاي هيعرفوا بوجودنا أصلا؟ وإزاي يوصلوا لنا؟ وحتى لو بسرعة الضوء ياخدوا أرقام فلكية علشان يصلوا إلينا. وأصلا إحنا مين وكوكبنا مين في هذا الكوكب، في هذا الكون الأسطوري الفسيح، علشان هم يهتموا بهذا الكوكب ويصلوا إلينا. وكالة ناسا بتقول ما عندناش مخلوقات فضائية بنتستر عليها، عشان شائع ان في مخلوقات فضائية موجودة. وكالة ناسا عندها هذه المخلوقات وانها بتعمل معها او متحفظة عليها. ناسا نفت رسميا 2008 هذا الموضوع وقالت ما فيش اي مخلوقات فضائية جاية من كواكب تانية موجودة عندنا بنتحفظ عليها. اذا رأي العلم ان ده غير صحيح. الناس دول لو موجودين بعاد جدا 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 مش هيشوفونا. اللي كان في انجلترا 67 مش صحيح. اللي الامريكان اتكلموا عنه في الاربعينات كانت طائرات تجسس. وكالة ناسا نفت ان في مخلوقات فضائية موجودة وانه يجري التستر عليها. انما ده ما يمنعش. نمرة 4
نتكلم على المؤمنون بالكائنات الفضائية. هنلاقي نمرة واحد، طبعا ناس كتيرة جدا مؤمنة إن في مخلوقات فضائية، بس بنقول أبرز الشخصيات. نمرة واحد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر. يعني الرئيس كارتر مؤمن إن في مخلوقات فضائية، وهو قال إنه شاف فوق صحراء فوق ولاية جورجيا سنة 77 أطباق فضائية. دي بقى شهادة الرئيس الأمريكي، مش مواطن أو واحد قاعد يتسلى بيصور. ده الرئيس جيمي كارتر بيقول إنه شاف أطباق فضائية سنة 47 فوق ولاية جورجيا. 2 الرئيس مو تسي تونج، الزعيم الصيني الشهير جدا، بيقول في أطباق فضائية وفي مخلوقات في كواكب أخرى. نمرة 3 وزير الدفاع الكندي السابق، ودلوقتي هنشوف الكلام بتاعه. وزير الدفاع الكندي السابق ده وزير مهم، ده أول وزير دفاع من دول ال8 الكبرى يقول إن في مخلوقات فضائية، وكمان يكمل ويقول إنها وسط الأرض، وإن هم كانوا موجودين فوق أراضي الناتو حلف شمال أطلسي، وإن كانوا مرعوبين وقتها لولا إن لحسن الحظ هذه المخلوقات رجعت مرة أخرى إلى الكوكب أو إلى الفضاء الفسيح. ده مش كلام واحد ما عندوش تركيز أو بيتسلى أو بيعمل قصص للتسلية، إنما ده كلام وزير الدفاع في كندا اللي هي من بين الدول ال8 الكبرى. أيضا عالم الفيزياء البريطاني العالمي ستيفن هوكينج بيقول توجد مخلوقات فضائية، إنما بينصح بحاجتين: ما نحاولش نتصل بيهم، نبطل فزلكة ونحاول كل شوية نجرب نوصل ليهم. نمرة 2 لو هم حاولوا يوصلوا لازم نتحاشاهم ونبعد عنهم، علشان دول هيدمروا الكوكب. فمحدش يقعد يهزر زيادة مع الناس دول ويحاول يتصل بيهم عبر ناسا أو غير ناسا. إذن هنا 4 شهادات كبرى: إن في مخلوقات فضائية، وإن في أطباق طائرة، وإن الناس دول بعضهم وصل للأرض. شهادة الرئيس الأمريكي جيمي كارتر، شهادة الزعيم الصيني مو تسي تونج، شهادة وزير دفاع كندا، شهادة عالم الفيزياء البريطاني الشهير ستيفن هوكينج. I accept the invitation of Victor Viggiani, who's over here somewhere, and his cohort Mike Bird, to speak to a symposium at the University of Toronto. And I said, UFOs are as real as the airplanes flying overhead. That gave me the dubious distinction of being the first person of cabinet rank in the G8 group of countries to say so unequivocally. In the 1960s sometime, it was a flotilla of UFOs headed south that crossed into NATO territory in Europe, and the Commander-in-Chief of the Supreme Allied Headquarters in Europe was naturally very shaken. Fortunately, or maybe divine providence, before the panic button was pushed, the flotilla turned around and headed back north. Obviously, they had thought maybe they were Russian, and they were very concerned about it. Anyway, an investigation was launched into this whole subject, and a document was prepared which concluded that at least 4 species had been visiting Earth for thousands of years. And this is my own view at this stage as well. 5 إدغار ميتشل، سادس رائد فضاء ينزل على سطح القمر، بيقول فيه كائنات فضائية. يبقى إذن قلنا 4، وشفنا بنفسنا دلوقتي وزير دفاع كندا بيؤكد هذا الموضوع. يقول زي ما انتم كده شايفين الطيارات موجودة، الكائنات الفضائية والأطباق الفضائية. إدغار ميتشل هو عالم كبير جدا، نزل في وقت مشروع أبولو على القمر سنة 71، سادس إنسان ينزل على سطح القمر.
وقضى فوق سطح القمر 19 ساعة. إدجار ميتشل طلع وقال في مخلوقات فضائية، لكنه بقى زود الموضوع شوية ودخل في إطار سينمائي. قال إن هذه المخلوقات جت هنا كم مرة، ووصلت أمريكا بعد أول تفجير لقنبلة نووية في صحراء نيفادا، والناس دول ناس طيبين وقاموا بوساطة بيننا وبين السوفييت، وإلا كان الكوكب ده انتهى لولا إن المخلوقات الفضائية دي جات وعملت هذه الوساطة بيننا وبين السوفييت. وهم نفسهم بقى معهم مركبة فضائية وهم جايين بيها، كانوا بيعطلوا بعض الصواريخ النووية وقصفوا في بعض الأحيان صواريخ وقنابل نووية موجودة على الأرض منعا لاندلاع حرب نووية. بعدين بقى بنوصل لآخر الإثارة في هذا الأمر. بيقول بقى إدجار ميتشل اللي هو رائد الفضاء الأمريكي سادس إنسان ينزل على سطح القمر، بيقول إنه الأمريكان ألقوا القبض على مجموعة من المخلوقات الفضائية، وبعدين بعد الاستجواب خافوا إن هم يروحوا للسوفييت فيشجعوهم أكتر يتغلبوا على الأمريكان، فأخدوهم يتعاملوا معاهم ولسه أحياء موجودين، لأن واضح بيموتوش أصلا بسرعة، بيقعدوا بقى ممكن قرون. فالكائنات الفضائية دي موجودة طبقا لرائد الفضاء الأمريكي إدجار ميتشل، موجودين لسه في أمريكا وبيساعدوا الأمريكان. طبعا ده كلام لو حد تاني قاله يبقى خيال أسطوري وتجاوز أي فيلم هندي في العالم، لكن لما بيقولوا رائد فضاء نزل على سطح القمر وهو سادس رائد فضاء ينزل هناك، ده بياخد جدية كبيرة جدا. وكالة ناسا قالت إن إدجار ميتشل أمريكي عظيم وله مكانة، لكن بنختلف معاه في آرائه، إنما آراءه إدت قوة لهذا الاحتمال. 6. الأطباق الطائرة فوق مصر. احنا طبعا في مصر لازم يكون لنا نصيب من هذا التفكير. آخر سنوات في كلام كتير جدا ما نعرفش مدى علميته حوالين وجود أطباق طائرة في مصر. كلام إنه في الجيزة فوق الأهرامات أو أبو الهول كان موجود أطباق طائرة. كلام في طنطا في أطباق طائرة كانت فوق طنطا. كلام في المنصورة. كلام في القطامية في القاهرة. كلام في طريق مصر اسكندرية الصحراوي. كلام في الغردقة. واللي قال إن الغردقة كان فوقها أطباق فضائية الإعلام الأسباني، صحف أسبانيا اللي قالت هذا الكلام. في كلام على كورنيش اسكندرية. إذا بدأت مصر تدخل هذا السباق في الجدل العالمي حول وجود أطباق فضائية أو مخلوقات تركب أطباقا فضائية. طبعا مفيش حسم علمي زي ما قلنا لهذا الموضوع ولا حسم علمي لما جرى في مصر، إنما كان الظريف في الموضوع، لأن الظريف في الموضوع أن صحف أوروبا بالذات أسبانيا اتكلمت كتير جدا في هذا الموضوع. الأظرف أن وزيرة البيئة لما اتقال أن في أطباق طائرة في الغردقة بعتت مسؤولي البيئة في الغردقة بتقول لهم أن هم لازم يحققوا في الأمر. فرد المسؤولين هناك وقالوا سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة والتحقيق في الواقعة. طيب بالذمة شو بقى النص ده؟ يعني مسؤول البيئة هناك قالوا ان هم هيتخذوا الإجراءات اللازمة، يعني هتعملوا ايه؟ يعني لو مخلوقات فضائية مثلا موجودة وأطباق فضائية جت الغردقة، ايه اللي ممكن تعملوه بموجب هذه الكلمة سيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه مثلا سكان الكواكب الأخرى، تجاه الأطباق الفضائية؟ لا، وبعدين ان والتحقيق في الواقعة، يعني هتجيب مثلا الكائنات ديت وتمثل للتحقيق قدامك علشان تعمل تقرير لوزارة البيئة
الحقيقة لا كان الطلب مناسب ولا كان الرد منطقي. 7. الرائيلية ديانة جديدة تؤمن بالكائنات الفضائية. طبعا نتيجة الخواء الروحي اللي في العالم والفراغ الروحي اللي في العالم، فكل شوية بنلاقي دين جديد على أثر أي تقليعة جديدة. ففي حد سنة 74 في باريس أطلق ديانة جديدة، ديانة الإيمان بالكائنات الفضائية، وهذا الدين اسمه الرائيلية. عملوا مؤتمر جماهيري كبير جدا وبعدين أعلنوا هذا الدين، وانضم ناس كتيرة من اللي مؤمنة بهذا الموضوع إلى هذا الدين. كلمة الرائيلية هم واخدينها من كلمة الإلوهيم، وبعد كده كلمة إيل أي الله باللغة العبرية. الإلوهيم هي كلمة بتشير إلى الإله الواحد عند بني إسرائيل، لكن لها تفسير أيضا الآلهة المتعددة. فهذه الديانة بتؤمن إن الملائكة كما جاءت في الأديان هي كائنات فضائية، وجاءت من الفضاء وبعدين اعتمدت على ناس في الأرض أن يوصلوا إرشادات هذه الكائنات الفضائية، فتشكلت الأديان. طبعا ده كلام إلحادي وكلام فيه تعدد للآلهة وكلام خروج على الديانات السماوية. نتيجة الخواء الفكري اللي موجود، آمن بعض الناس بهذه الديانة الرائيلية، وإن الملائكة هي مخلوقات فضائية قادمة من كوكب آخر، وأنها جاءت وصنعت الحياة على وجه الأرض عن طريق الهندسة الوراثية والتعديل الجيني. طبعا ده كلام ممكن يكون للتسلية، لكن المذهل أن يكون دين وأن يكون له أتباع. 8. رائدة فضاء تصرخ من خارج الأرض. رغم أن ده موضوع صعب وموضوع مخيف إذا طلعت فيه كائنات على رأي عالم الفيزياء البريطاني ستيفن هوكينج، حتى يا جماعة لو فيه محدش يكلمهم ولا يقرب منهم ولا تبعتوا لهم انتوا فين، لأن دول ممكن يكونوا دمار للإنسانية. إلا أن الإنسانية بتحاول من بدري جدا. وفي مقطع شهير جدا اتكلمنا عنه في السابق يخص رائدة فضاء سوفيتية كانت في الفضاء لكن بدري جدا، وكان في 2 إيطاليين عملوا محطة راديو كده رصد على الأرض عشان يلتقطوا الأصوات اللي في الفضاء. الكلام ده برضه بعد الحرب العالمية الثانية. سنة 57 السوفيت أطلقوا القمر الصناعي السوفيتي الأول سبوتنيك. هم قدروا يرصدوه، خدوا بقى شهرة كبيرة جدا ان هم رصدوا الأذن الكبيرة، ازاي بقى يسمع يعني دبة النملة في الفضاء. فلما سمعوا فعلا سبوتنيك والصاروخ لما أطلق القمر الصناعي خدوا مكانة كبيرة جدا. بعد كده رصدوا المقطع الصوتي التالي اللي رائدة فضاء موجودة في الفضاء الخارجي بتصرخ، لأنها بعد بقى ما خرجت واضح ان حصل سخونة في المركبة الفضائية وحصل بقى انفجار أو لهب، فبنلاقي انها بتتكلم باللغة الروسية، في ترجمة ليها ان هي بتتكلم ان الأحوال بتسوء، وانه لماذا لا تجيبون، وانه هل سيتم النقل، انا اشعر بالحر، تحدثوا، ارى اللهب، سأعود. يعني استغاثة يعني مفزعة ولافتة للانتباه. الغرب بيقول انه في كتير من رواد الفضاء ماتوا زمان ايام السوفيت والامريكان ما كانوا بيتسابقوا، في ناس ماتت كتير جدا قبل جاجارين. ما مش معقول اول حد يقولوا اطلع للفضاء يطلع الفضاء، واول حد ينزل القمر ينزل القمر. اكيد في ناس ماتوا قبل ده وناس ماتوا قبل ده. ففي كلام ان هذه الرائدة من رائدات الفضاء اللي ماتوا اثناء التجارب لغاية بعد كده ما قدروا يطلعوا رواد فضاء ويعودوا احياء.
الفضاء، الكائنات الفضائية والأطباق الطائرة بين العلوم والعلوم الذاتية.